في عام 1983 أمريكا الاستخبارات الأمريكية مولت أكثر من 120 ندوة لدراسة الإسلام، لدراسة الصحوة الإسلامية. يعني كان تقريبا أكثر من معدل ندوة كل 3 أيام لدراسة الصحوة الإسلامية في معظم أنحاء العالم. فالغرب والشرق حذر وخطر من العدو الأساسي وهو العالم الإسلامي. كيف نتوقع إذا توحد الشرق والغرب؟ يعني أن أمريكا أمام هذه الأمور ستتوحد مع الغرب نوعا ما. أقول لا نفرض صورة الاتحاد، لكن سيكون هناك اتحاد. فيصل الأمر إلى أي شيء والإخوة؟ يصل الحال إلى أن 1,000 مليون على الأقل من الصليبيين، أوروبا شرقها وغربها وأمريكا، تصبح إرادة واحدة، قرارا واحدا. بأي شكل اتخذ القرار ليس مهما، المهم قرارا واحدا، إرادة واحدة، اتفاق موحد للوقوف في وجه هذا العدو الذي بدأ يستيقظ وبدأ يهدد العالم الغربي كما يقولون. كيف يكون مستقبل العالم الإسلامي في ظل هذه العملية إن استمرت الأمور كما هي عليه الآن، مع غفلة الأمة الإسلامية، مع ما تعانيه من التبعية السياسية والاقتصادية والفكرية، مع ما تعانيه من الفرقة والانقسام، ليس على مستوى الشعوب ولا على مستوى الحكومات، بل على مستوى الدعوات، على مستوى الدعاة. لا يوجد دعوة إسلامية موحدة على الأقل لتواجه هذا الخطر. كيف نتصور وضع العالم الإسلامي عندما يكون القرار الدولي واحدا وقد كنا نعاني الأمرين وهو مختلف؟ فنوعا ما يستطيع الناس في ظل الاختلاف الدولي أن يجدوا ثغرة أو منفذا أو على الأقل نشرا للأخبار. إن انتهكت روسيا تنشر أمريكا أحيانا، أو هكذا أمور الخلخلة السياسية تحدث شيء من الانفتاح الذي قد يعطي بعض الشيء. لكن كيف لو توحد هذا العالم ومقدم على ذلك؟ هنا المستقبل الخطير جدا. وأنا أترك النتيجة والتحليل الأخير وماذا أتركه لكم ولكل إنسان، لأني قلت المهم لدي هو أن تتضح الصورة وأن يتضح هذا الخطر الداهم. لكن هذا لا يمنعني أن أطرح ما وصلت إليه من وجهة نظر لعلها تكون شيء أو فكرة أو لبنة على ما ستصلون إليه إن شاء الله بتحليلكم الأوسع أفقا ونظرا مني. المستقبل الأمة الإسلامية القريب، الأحزاب الاشتراكية، الأنظمة الشيوعية، الأنظمة الاستبدادية الشمولية كما تسمى، سوف تنتهي. سوف تنتهي فعلا، سوف تختفي. سوف يشهد العالم الإسلامي على تحليلي الشخصي انفتاحا أيضا قريبا من الانفتاح الذي في أوروبا الشرقية. ولكن لحساب من؟ هنا المشكلة. قد يسمح لبعض الجماعات والدعوات الحركات الإسلامية التي لها وجود شعبي، يسمح لها بأن تشارك جزئيا في الحكومات الديمقراطية التي ستقوم على أنقاض الحكومات الشمولية الموجودة الآن في العالم الإسلامي. سوف تنفتح العلاقات بشكل أكبر، لأن الحرج ارتفع بالنسبة لروسيا ومرتفع من قديم طبعا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، ما في حرج تقريبا. فسوف يكون الغزو الاقتصادي والثقافي والتبعية بشكل أكبر. هنا سيجد العالم الإسلامي نفسه ينقسم إلى قسمين رئيسيين تقريبا. الدعوة يعني الدعاة، قسم سيفرح بالوزارتين أو ال3 الوزارات أو بعض النقابات وينسى القضية الأساسية ويندمج في هذا الواقع، ومع الزمان سوف يرى أنه في النهاية سيخسر قضيته كلها. الطرف الآخر، وهذا طبيعي لابد أن يوجد، الطرف الذي يسميه الغربيون الأصوليون المتشددون المتزمتون إلى آخره، لن يرضى إلا بالإسلام الواضح الجلي الكامل النقي. وهذا القسم أمامه أحد احتمالين. إما أن يقضي عليه القسم الأول، لأن لن يتدخل الغرب، وقد أكل الدرس الرهيب في أفغانستان وفي غيره. لا يتدخل الغرب وبشكل مباشر، بل حتى عقائديا لا أتوقع أن يتدخل الغرب، لأنه لو جاء بالشيوعية الاشتراكية أي فكرة الوجودية لتقاوم لا يمكن. أي إنسان عرف منهج الكتاب والسنة
أو كما يسمونها الأصولية، مستحيل يصدق بأي فكرة غربية أصلا. فالحصانة يعني تلقائية لا يمكن أن يفكر فيها الغرب، لكن قد يحلم أنها ربما تنجح. نقول سيقضي، إما أن يقضي عليه الغرب بواسطة الطرف المعتدل كما يسمى، اللي يؤمن بالموديرن إسلام، الإسلام الموضة، الإسلام المتطور. وإن شاء الله في الليلة القادمة إن شاء الله، المحاضرة القادمة إن شاء الله سيكون التركيز فيها على هذه القضية إن شاء الله. لكن المهم الآن نتحدث كيف رؤيتنا البسيطة لهذا المستقبل. المرحلة أو التوقع الثاني أنه لا تسيطر هذه الدعوات السنية التي تعتمد منهج الكتاب والسنة ويكون لها قوة وتسيطر على زمام الأمور. فماذا تكون النتيجة إذا لم يستطع الغرب أن يقضي عليها عن طريق التدخل الداخلي، يعني عن طريق الحركات الداخلية؟ فلا بد أن يتدخل الغرب عسكريا كما أنذر وتوعد ميتيران وغيره. وهنا لأن الغرب سيجد نفسه لا مفر له من المواجهة. هل في إمكان الغرب أن يواجه الغرور، الكبرياء، التكنولوجيا المتفوقة، حرب النجوم إلى آخر؟ كل ذلك يهيئ للغرب الاشتباك المباشر والإنزال المباشر في الأرض الإسلامية. ماذا تكون النتيجة إذا حصل الإنزال المباشر؟ ستكون النتيجة أن الأمة الإسلامية تهب هبة رجل واحد، يعني ستفنى. سيخسر الغرب في هذه المرحلة لو حصلت طبعا، سيخسر الغرب الطرف اللي يسميه المعتدل أو أكثر على أي حال، وسوف تستيقظ الشعوب وستكون هنالك مواجهة عامة كما حدث في أفغانستان. يعني مثلا مثال بسيط طبعا واضح، أفغانستان قضية واضحة الحمد لله لكم. يعني لو أن أيام الملكية بقيت أمريكا تسيطر على الأوضاع في أفغانستان عن طريق الملك مثلا والحكومة الملكية الفاسدة الموجودة البعيدة عن شرع الله والاهتداء بهداه، وتحقق كل شيء لأمريكا من خلاله، لو أن ذلك حصل لم يكن لدى الشعب الأفغاني المسلم هذا الوعي الآن بالأحداث والخطر، ولم يكن هذا الجهاد طبعا، أليس كذلك؟ لأنه غيره من الشعوب هذا اللي حصل. لكن نتيجة العدوان المباشر، الإنزال المباشر، هبة رجل واحد والحمد لله. فهنا سيستثار العالم الإسلامي، والغرب المتفوق تكنولوجيا ستدفع هذه القوة والحقد الصليبي إلى القضاء المباشر والإنزال المباشر في جيوش غربية. طبعا ليس سرا أن أكثر من 250 ألف جندي أمريكي يتدربون في صحراء في وسط الولايات المتحدة الأمريكية، الوسط الغربي تقريبا، على حرب الصحراء، وهؤلاء معدون لأي إنزال سريع في أي وقت من الأوقات. وهذا كل شيء يعرفه العالم كله. وغير ذلك في اللحظات الحاسمة الأساطيل تملأ جميع البحار والخلجان والمنافذ، والإنزال هذا بأبسط ما يمكن. ستكون مواجهة حاسمة على أي حال. فتتوقف ولا خلفناكم؟ الوضع مخيف جدا ويجب أن نأخذه مأخذ الجد، لكن لابد من قضية أذكرها وأختم بها. نحن لا نتمنى لقاء العدو كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أنفع وأجدى للإسلام المواجهة المباشرة مع الغرب من وجود أنظمة نفاق وإسلام أمريكاني أو إسلام مروج كما يقال عنه. هذا أنفع المسلمين وأسرع باليقظة. وهي أمة، لو كان لدي وقت فقط لأعرض لكم آثار الحروب الصليبية، كيف أن الحروب الصليبية والهجمة الصليبية أيقظت الأمة الإسلامية. أذكر لكم أثرا واحدا لا تكاد. عندما قدمت الحملة الصليبية الأولى كان في دمشق، وهي أكبر مدينة إسلامية في بلاد الشام التي استهدفها الصليبيون، مدرسة واحدة شرعية، يعني كأنها كلية طبعا باعتبارنا الآن. لكن عندما كان صلاح الدين كان ما يقارب 100 مدرسة في دمشق. الوعي، العلم،
العلم يا شباب، العلم أهم شيء. هذا يؤدي أن الأمة تعي وتعرف إلى أي شيء ترجع، إلى العلم وإلى الدقة العلمية والتحليل العلمي في كل شيء والمواجهة العلمية. على ميمنة صلاح الدين كان ابن قدامة رحمه الله صاحب المغني، وكان العلماء الأفذاذ الذين واجهوا التتار شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا كان في وسط المعمعة ويرفع الحماس. المقصود تستيقظ الأمة. القرن الخامس قرن الهبوط، قرن الموت، قرن الضعف، القرن الذي سيطرت فيه الرافضة على العالم الإسلامي، سيطرت فيه الباطنية، يعقبه بعد شيخ الإسلام ابن تيمية تلك الحياة العجيبة. انظروا الآن نحن الأمة الإسلامية الآن على أي ثقافة تعيش، على أي علم تعيش؟ بعد علم السلف قطعا، بعد كتب الحديث الأصول القديمة. لكن انظروا تقرأ لمن؟ ابن تيمية، ابن قدامة، ابن حجر، النووي، الذهبي، المزي، ابن كثير، ابن رجب. سبحان الله، متى ظهر هؤلاء الأفذاذ؟ بعد مرحلة الحروب الصليبية والتتار، يعني بعد أن استفزت واستنفرت الأمة الإسلامية أظهرت قيادات. ظهر صلاح الدين رجل يجدد سيرة الخلفاء الراشدين، ظهر نور الدين محمود رجل أحيا سيرة الخلفاء الراشدين، ومع الأسف غافل عنه الأمة وعن سيرته، وعماد الدين وغيرهما. فظهرت قيادات سياسية وعسكرية وعلمية، وعادت الأمة من جديد وقاومت من جديد، ولله الحمد والمنة. نقول هذا إذا حدث قد يكون وقد لا يكون، لكن يهمنا أن نذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بهذا كله في أحاديث كثيرة، بشر بنهاية في آخر الزمان لسيطرة الأمة الإسلامية وتفوقها. قال لا تقوم الساعة حتى تنزل الروم بالأعماق أو بدابر. الروم من الروم؟ الروم الغرب. ألف لام ميم غلبت الروم. ما الروم؟ الإمبراطورية الرومانية، يعني أوروبا. كانت إمبراطورية شرقية وإمبراطورية غربية، أوروبا كلها هي الروم. تقوم الساعة والروم أكثر الناس، يقول صلى الله عليه وسلم عند الآخر. نعم، الروم أكثر الناس، يعني أقوى الناس. أكثر في لسان العرب لا يعني العدد فقط، قد لا من معانيه الأكثر يعني الأقوى والأظهر وجودا. طيب، تقوم الساعة والروم أكثر الناس. لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق. ثم في الحديث كثيرا لا يعني استعرضها، لكن أنا أقول ارجعوا إليها في صحيح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة. من أهم حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه، نافع بن عتبة لما قال نافع رضي الله تعالى عنه قال قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أناس من جهة المغرب، يعني من غرب المدينة، فانفرد بهم صلى الله عليه وسلم، فخرجت إليه خشية أن يغتالوه، فإذا به يقول تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله لكم. لاحظوا الترتيب. ثم تغزون فارس فيفتحها الله لكم، ثم تغزون الروم فيفتحها الله لكم، ثم تغزون الدجال فيفتحه الله لكم. قال نافع بن عتبة رضي الله تعالى لجابر قال يا جابر أرى أن الروم تفتح قبل الدجال، قبل أن يفتح المسلمون الدجال، قبل أن يغلبوا الدجال يكون فتح الروم. الصوت واضح؟